النهاردة هعمل لكم عجينة حلوة جدا تستخدموها في اي حاجة في البيت لتنظيف تلاجة. ممكن تحطوها للغسيل الابيض، تدعكوا بيها التواليت، الحوض بتاع المطبخ، البوتاجاز. يعني حاجة في كمية الروعة، وحاجة حلوة جدا وكلها من بيتك، مش هتجيبي اي حاجة من بره. لو هي طبعا الحاجة دي مش عندك هتضطري ان انت تجيبيها. المكونات بتاعتنا طبعا قشر الليمون، طبعا الليمون متوفر في كل بيت. بعد ما بنعصر الليمون بنحوشه في الفريزر. وفي طبعا البرتقان، واحنا عارفين البرتقان متوفر دلوقتي في السوق. بعد ما تقشري البرتقان بتاخدي القشر بتاعه تشيليه مع الليمون في الفريزر. تمام، بتحوشي حوالي مثلا كمية مثلا كيلو وكيلو ونص، وتجيبي حلة. بعد ما تحوشيهم طلعيهم، تجيبي حلة تحطي فيها الشوية اللي انت عملتيهم من قشر الليمون والبرتقان. وبعد كده بتحطي عليها، بتغطيها بالمية خالص، وبتخلي المية بتاعتها كتيرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده بيغلي، وهو بيغلي تحطي كوباية كبيرة من الخل، وكوبايه يعني بصي هي كوبايه مثلا يعني قد كده. اما الماء كوبايه الخل هي اللي كبيره. كوبايه بقى مج وسط كده، تحطي فيه ملح ليمون، وتحطي فيه كربوناته. تمام. وبعد كده تسيبيه يغلي مع نفسه لحد ما تلاقيه ان هو ابتدى ان هو يتقل كويس قوي. وبعد كده تسيبيه يهدى، تطفي عليه وتدفي عليه، وبعد كده تسيبيه يهدى مع نفسه. دلوقتي هو بارد معايا. تمام. طبعا انت بتعمليه خام خالص، ممكن تحطيه كمان في المواعين، بيخلي المواعين حلوة قوي وبتخليها بتبرق. تستخدميها البوتاجاز، بس البوتاجاز ما بتزوديش عليه ميه، بتاخديه وهو كريمي كده. احنا دلوقتي هنضربه في الخلاط يبقى كريمي كريمي. وتحطي، ممكن تحطي عليها كربونات تاني وتدعكي بيها بحته سلك للبوتاجاز، بتخليه يبرق وبيبقى حلو جدا. ممكن تحطي اللي هي كربوناته، تحطيها تاني عليها وانتي بتنضفي البوتاجاز او قاعده التواليت، اي حاجه ستانلس. تمام. هنضربه دلوقتي في الخلاط ونشوف هيبقى عامل ازاي. بصوا دلوقتي انا طبعا ضربته في الخلاط. تمام، بقى زي ما انتوا شايفين كده كريمي اهو. طبعا ده مش عايزه اقول لكم بقى وهو بيتضرب في الخلاط ريحته حلوه قوي قوي قوي. هاتي بقى حته سلك ادعكي بيه التواليت. مش نظافه بقى وبياض، لا ده ريحه كمان. البانيو يعني هو خام كده. البوتاجاز طبعا هتلاقيه بيبرق معاكي، بس تاخديه وهو خام كده، ما تزوديش عليه اي ميه غير شويه صابون وانتي بتعملي البوتاجاز. الحلل الاستانلس، حلل الالومنيا، الحوض الاستانلس. تمام. الكوبايات طبعا هتاخدي شويه بقى منهم بعد ما تعمليهم، تحطيهم في الطبق او الكوبايه او ايا كان العلبه بتاعت اللي بتحطي فيها الصابون السائل للمواعين، وتاخدي منه شويه كوبايه وتحطيها عليها. تمام. وتحطي بقى الصابون بتاعك، عايزه تخليه خام تزودي ميه، بس يستحسن للمواعين تحطي ميه علشان ريحه الليمون فيه والبرتقال قويه جدا جدا. طبعا هنعمل ايه دلوقتي؟ باي برطمانات ازاز عندك هتصبي فيها وتقفليها كويس قوي وتحطيها في الفريزر. ليه؟ عشان ما ينفعش ان هو يتحط في التلاجة. خلي كمية بس بره في التلاجة، ممكن برطمان صغير في التلاجة من تحت، والباقي في الفريزر عشان يبقى يعني ما يعفنش او يحصل اي حاجة، عشان دي طبعا حاجات كلها طبيعية ما فيهاش اي كيميكال او اي حاجة. فطبعا الحاجات اللي بره اللي زي دي بيحطوا عليها كيميكال، عشان كده انت بتحطيها بره ما بيحصلهاش اي حاجة. وعلى فكرة حلو جدا للغسيل كمان الابيض. اللي عندها غسالة عادية اللي هي بتاعت زمان، او الغسالة بتفتح من فوق، او الغسالة الاوتوماتيك بتحط في الدرج،
مع المسحوق بيخلي ريحته حلوة جدا، غير كمان ان بيبيض، واحنا عارفين ان الليمون بيبيض ازاي. يا سلام بقى لو تاخدي شوية وتدعكي بيهم ايديكي يعني زي الفل. هوريكي دلوقتي. بصوا بقى انا جبت شوية اهم. طبعا انا مش عايزة اجيب على صباعي المتعور عشان انا اتبهدلت خالص من الدم النهاردة من السكينة، كنت مسنياها وبقطع الاكل وقامت طايرة على صباعي. طبعا بتسيبيها 3-4 دقايق كده، تمام، وبعد كده بتشطفي ايدك. طبعا انت ممكن تخليلك شوية بعد المواعين، بعد ما تغسلي المواعين بتاعتك تخليلك شوية بره اللي انت حطاهم في التلاجة من تحت، تدعكي بيهم ايدك كويس قوي. هتقولي لي فيها كربونات وملح ليمون، ما فيهوش اي مشكله خالص، ما هو الملح بيتحط على الايد عادي وبنعمل، انت ممكن تحطي شويه سكر عليهم وتعمليه زي تقشير للايد. بصي الفرق من ده وده. وبيخلي الايد ناعمه جدا وحلوه وريحتها حلوه. اهم حاجه الضوافر، اي طبعا زفارة ولا اي حاجة، سمك، لحمة، فراخ، تخلي عندك برطمان تحت بعد ما تخلصي اكلك تعملي شوية على ايدك كده وتسيبيهم 3-4 دقايق وبعد كده تغسلي ايدك. بصي ايدي بقى عاملة ازاي، ناعمة، حتى يعني ولادي انبهروا منها، قالوا لي ايديكي ناعمة يا ماما وحلوة وريحة ايديكي حلوة جدا. طبعا الاضاءة مش مبينة قوي بس اكيد في فرق بين هنا وهنا زي ما انتوا شايفين كده. والايد ناعمة طبعا لما تعمليها اخر الليل بعد ما تخلصي وتعملي الموضوع دوت قبل ما تنامي، وبعد كده تدهني كريم او تدهني فازلين على ايدك وتنامي زي الفل. حلو قوي 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 قوي، تمام. وما تنسيش بقى اشتراك، وتنسيش تعليق، وما تنسيش اللايك. وحبيت اعمل لكم دوت عشان خاطر طبعا احنا عارفين المجهود بتاع طول اليوم، عايزين حاجة تنظف ايدينا، بس اوعي تستخدميه على البشرة، اوعي تستخدميه على البشرة. تمام، اشوفكم في فيديو جديد.